عم امشي يا عم. بقول لك يا اخويا، يا اخويا انا عاوز اطلب منك طلب بس محرج منك والله. ليه يا عم؟ اتفضل. انا عيد ميلادي بعد بكره. كل سنه وانت طيب. اقدر اساعدك في حاجه؟ اهلي في البيت نفسهم يفرحوني وكده، فمش قادرين يجيبوا لي التورته، فممكن بس تساعدني لو بمبلغ بسيط. التورته دي في حدود كام مثلا؟ حدود 350 ل 400. انا محروج والله، انا مش يا عارف. عم مش عادي، كلنا بنقع في نفس الظروف ونفس المواقف. والله وانت باين عليك ابن ناس ومحترم يعني، عشان احنا شباب زي بعض، فانا حاسس بيك طبعا يعني. ممكن احط نفسي مكانك، يحصل لي ظرف ولا بتاع. بص صلي على النبي، انا لسه جاي دلوقتي من الشغل، فانا يوميتي 100 جنيه فهقدر اديك دي يعني. ممكن بالليل احاول اديك 100 جنيه كمان، لان والله لسه هروح ومعايا فلوس مواصلات يا دوبك 15. ابو المجد، ده الحلاوه اللي انت فيها دي، انت ضفت كده ليه؟ يا عبد في ايه؟ مين ده صاحبك؟ ايه اللي عبده ده؟ صح. انت صاحبي عبد صاحبك ايه؟ لا تعرفه؟ فاكر لما كنت اخد مني الهدوم اللي تروح بقى الجامعه؟ لا صاحبي انت بتقول له ايه؟ مين ده انت تعرفه؟ مالك انت يا عم؟ انا بكلم انا وصاحبي. صاحبك مين هو يا مين عم ده؟ التاني؟ معلش يا عبده، انا عيد ميلادي بعد بكره. انا مالي يا عم؟ وده الزبون اللي انت بتشتغله وده الزبون الجديد؟ زبون زبون ايه إيه؟ يا هو عم؟ انت يا ابني عايش مين حياتك؟ انت؟ انت مالك انت يا مين عم؟ يا عم؟ انت بتكلمه كده ليه؟ مالكش فيه. هو انت تعرفه؟ هو انت عايش بقى بيكلمك حياتك كده ليه كده؟ صاحبك؟ عايش حياتك كده تمشي تسول على الناس؟ يا عم عم انت اشتغل يا عم، روح شوف شغلك شغلانه. يا ما عم انت انت تعالى لي هنا في ايه يا طب عم؟ يا عم نزل انت ايدك. بتكلمه كده انت ليه يا مالك عم؟ انت يا عم؟ انت تعرفه؟ طب هو بس ايدك صاحبي في كده. الجامعه بس. هو بيكلمك كده ليه يا عم؟ سيبه. يا عم الراجل في ظروف ولا واقف انت جنبه. مالك انت؟ ده بيشتغلك وصايب عليك. يا عم انت مالك؟ يا عم هو- طب نزل هو ايه جه ده؟ قال لك مديني؟ جه قال لك هات حاجه؟ ايوه يا عم، كان بياكل على حسابه يا وبيشرب عم على باكل على حسابه. حسابك مين يا عم؟ انت تعبان امشي يا عم امشي. ايه ده؟ يا عم اجري بقى يا عم امشي يا عم. انت بتضربنا عشان عيل متسول زي ده؟ برضه متسول انت يا ابني، بلاش الحاجة دي. الكلام ده يا ابني، انت مش صغير، انت مش صغير. يا عم انت مالك؟ يا عم انا عارفه وربنا كان بيشحت مني الهدوم. انت مالك يا الراجل عم؟ واكل على حسابه والله. برضه. طب انت هتسكت ولا اكلك الرمل؟ يا صاحبي انت ما تعرفوش، انت مالك ده يا الزبون عم؟ بيشتغلك والله. رجاله يا عم معلش. انا مرضي، اخويا يا عم ومحتاج لي وانا مرضي، انت مالك يا جدع؟ يا عم اخوك انت تعرفه، انت اول مره تشوفه. خلاص يا صاحبي، خد ال 100 جنيه واعتبر مفيش حاجه حصلت. يا عم يا لا عم احنا ده اخوات. بيشتغلك والله. طب ماشي يا عم توكل على الله بقى. ماشي يابا، البس بقى لما ياخد فلوسك كلها ابقى اقعد جنبه تسول. ماشي توكل على الله، توكل على الله. انا اسف. يا صاحبي سيبك منه، ده مخه تعبان، ده مش عارف ماله ده. انت على دماغي يا اسطى، واللي انت عاوزه انا تحت امرك. وبالليل كلمني، انا هحاول اصرف لك في 200 جنيه كمان، وماليش بركه ان انت احنا اخوات زي بعض، وسيبك من الكلب ده. طب ممكن رقمك؟ بس كده اتفضل يا باشا. 0100. الرقم ده عليه فودافون كاش. عليه تليفون كاش بس ليه؟ ما تقلقش يا عم، مش هعمل حاجه في ايه، انا بس لا يا عم انا مش عاوزك تزعل بس منه، احنا اخوات زي بعض، محتاج ولا اي أي حاجه زعل. نسدد والله. انا رقبتي كده ليه؟ كده هكلمك عشان تبعت لي الفلوس برضو الباقي. تمام. هكلمه انا دلوقتي وهبعت له 1000 جنيه بالغلط. عليكم السلام. فاكرني يا اخويا؟ انا ابو المجد. ابو المجد مين؟ معلش مش واخد بالي. ابو المجد اللي كنت معاك، اللي انت اديت لي فلوس التورته. حبيبي ابو الصحابه، على فكره انا ما سالتكش على اسمك. انا اسمي ابو المجد حبيب قلبي. بقول لك يا اخويا معلش، انا ببعت لك ال 100 جنيه بعت لك 1000 جنيه بالغلط، زودت صفر. طب انت ليه اصلا بعت ال 100 جنيه وانا قلت لك لو احتجت حاجه كلمني، احنا اخوات يعني، ما فيش فيها حاجه. ما هو الحمد لله يعني الحلقه كويسه معاه دلوقتي، وانا متشكر ليك جدا والله. طب ثواني، ممكن بس ثواني ابص في الرساله. يا صاحبي انا شفت اهو وفي رساله وصلت فعلا 1000 جنيه. يعني اجي اخد منك الباقي؟ يا باشا هتنور يعني، شوف انت فاضي امتى وكلمني تيجي اديك الباقي يا حبيبي، يعني مفيش مشكله. يعني انت موافق ان انت تديني الباقي؟ يا طبعا هو مش فلوسك وانت بعتها بالغلط، يعني انا اخد حقي، اخد فلوس مش فلوسي، ده اخد ازيد من حقي. يعني انت محترم وامين كمان. انا محترم مع المحترم، عشان انت باين عليك ابن ناس مش وش الكلام ده، فانا يعني ما ينفعش ان انا اعمل معاك حاجه وحشه. عاوز بس اقول لك حاجه يا اخويا قبل ما اقفل المكالمه. اتفضل يا حبيبي اخويا. ده كله كان برنامج، وعبده اللي كان بيضربني معاه اصلا في البرنامج، وكل ده كان متصور وانا بتصور حالا كمان. يعني ده كله كان برنامج والله، برنامج بتوع الشارع. اسف ليك. وعلى فكره ال1000 جنيه اللي انا بعتها لك دلوقتي دي هديه مننا ليك، وانا عيد ميلادي فعلا بعد بكره. يا اخويا كل سنه وانت طيب، ويا رب يا رب منها حبيب اخوك، اشوفك انجح الناس يا رب. هو قال لي كل سنه وانت طيب، مش هتقولوا لي انتوا كمان ولا ايه؟ يلا فرحوني في الكومنتات.